سلام، بعتولي غياب. بعرف انه كتير كنتوا عم تكتبوا لي كومنت على الفيديوهات القديمين، بس سوري عن جد ما بعرف شو كان فيه، بس ما كنت عم بقدر صور للأسف. فهلا ان شاء الله رح ارجع صور لكم. انتوا رجعوا اكتبوا لي بالكومنت شو عجبكم صور. هلا شفتوا الترند يلي طلع يعملوا صورهم انمي، فخطيبي عمل كذا صورة وبعت لي اياهم. قلت ليه ما برسم منهم. هلا انا اسلوبي بتعرفوه بالرسم، هلا اكيد رح احط لكم صور. اسلوبي بالرسم بحب التفاصيل كتير، يعني الصورة مثل ما هي لازم تطلع كأنها حقيقية 100%. فبعيدي كتير عن الأنمي، بس إنه قلت فرصة نجرب شي جديد. هلا كان عبالي ارسمها على ورق كرتون عادي يعني، بس اللي صار إنه ما بعرف، رجعت قررت على مصاري شوي. كان في حيري بإنه أي عملة، بس إنه أنا ناوي إذا الله رد أرسم على كل العملات صور إلي ولخطيبي. فقلت أوكي منقي. هلا كنت كتير عجبتني 10,000، قلت يلا 10,000. المرة الجاية رح أرسم على كرتون إذا الله رد. شايفين هيدا الدفتر، هيدا باليت بتعقد صراحة، أجمل اختراع بالدنيا. يمكن هيدي تالت وحدة مبلش فيها، البقايا خلصوا على الآخر. كتير حلو كتير. خلص بتقلبوا الصفحة وخلصت، لا بتنظفوا باليت ولا شي، بتجنن. كل مرة كنت صور لكم فلوج ومنزله وما تسألوني ليه، بس إن شاء الله هلأ برجع على يوتيوب وخلص. عن جد إن شاء الله ادعولي بس. بنرجع للشغل. هيدي العلبة جبتها من شي بصراحة ما بنصح أكيد، يعني إنه عادية، يعني كواليتي كتير عادية. إنه إذا حدا بده شي مرتب أكيد منه شي أوكي، بس إنه منيحة. بتخلوا الصورة قدامكن وبتختاروا الألوان على هالأساس وبتجربوها على ورقة حدكن. أوكي، هول ما تقفون. الصورة ما لازم تغيب عن نظركن لأنه ما فيكن تعتمدوا على الذاكرة. تاني شي لازم تجربوا كل شي على ورقة قبل مشان ما تنسوا الرسمي، لأنه اللون بيغش. أوكي، من لون من يعني حتى لو بتجربوها على كذا ورقة مع بعض كل وحدة لون، أكيد اللون بيفرق، فلازم تجربوا قبل. نرجع للحديث عن الشغف. ما بعرف إذا أنتو زيكين، أكيد لازم يعني اللي كان متابعني من الأول أكيد بيتذكر. قطعت فترة كنت نزل كل يوم، كان عن جد كنت كتير مبسوطة، مجهود حلو. ردة الفعل بتكون كتير حلوة، بتجننوا. بس الفكرة ما بعرف ليه قطعت فترة. عن جد ما كنت يعني الشغف صفر. يعني كنت عم اشتغل على انستغرام وعم بستلم اوردرز من هالأخبار، بس اني صور وهيك كان الموضوع كتير صعب. هلا حاليا كمان الموضوع صعب لأنه دايما بالبيت عم يحكوا، الجيران كله عم يحكي، شوي عذاب. لازم أقطش كذا مرة وأرجع، يعني شوي عذاب. بس بدي أحاول قد ما فيني أكون عم صور لكم، لأنه عن جد أنا بحب، يعني عن جد يوتيوب بجنن، إنه كتير بحب صور ليوتيوب. فإن شاء الله إن شاء الله أنتوا بس شجعوني شوي شوي، ما كتير، إنه عادي بيقطعوا، يعني شوية تشجيع مني ومنكم بيمشي الحال. وبما أني راجعة أصور بعد غياب، فزاوية التصوير منا أحسن شي، وخصوصي إنه راسي واللينات طالعين بأغلب المقاطع، فكمان يعني شو بيقول غضوا نظر، قطعوا لي إياها. وبالنسبة للأنمي أكيد في منكم يعني اللي جرب يرسم، جرب أول شي يرسم أنمي. بحس هيك، أنا لا بحب الرسم هيك يعني الواقعي كتير، تطلع الصورة عم تحكي. ما بعرف، ما يعني ما فيني أتغاضى عن التفاصيل، فبحب التفاصيل كتير صراحة. بحب البشرة لما بتطلع كتير بحب. بس عبالي جرب الأنمي كتير حلو كمان، إنه ملفت للنظر بشكل. بس بالنسبة لإلي عذبني. هون تعلموا من غلطي، كنت عم تكل قلم على الرسمة مشان ينزل لون. مفروض هيدي بتعملوها على الباليت منه على الرسمة، ليكوا كيف اللون طلع. بس انه فينا ندرك الموضوع اذا ما كان لون اسود، بس لانه لون اسود وهون اغلبيته غامق ماشي الحال. بس لو على البشرة وهيك كان انتزعت الرسمة، بدكم ترجعوا ترقعوا من جديد. فانتبهوا لهيدي الحركة، انتبهوا ما تعملوا هيك على الرسمة بحد ذاتها. اعملوا كل شي على الباليت وبنظافة على الرسمة. اوكي، اذا حدا سألني كيف يقدر يلاقي اسلوبه، سألت كتير قبل انه ما يعرفوا شو بدهم يرسموا الصورة كتير حقيقية يعني، او يرسموا انيميشن، او ما يعرفوا شو بدهم، يعني شو هو اسلوبهم ما يعرفوا. هيدا كتير طبيعي كتير، ما في شي بتكتشفوه بيوم وليلة، بس بدكم تركزوا معكم انتم، منه مع حدا تاني. يعني والله في حدا بيرسم باسلوب ما بعرف شو، بقدر قلده للمرة الاولى. يعني بجيب صورة بقلد اسلوبه، ما بقلد شغله كله، بقلد بس اسلوبه، بشوف اذا انا انبسطت فيه او لا.
يعني بجرب الانمي، بجرب الرسم اللي كتير حقيقي، بجرب في ألف ستيل. اوكي، وممكن انتوا يكون عندكم ستيل خاص فيكم. يعني انا في عندي رفيقة صراحة اسلوبها بيعقد، بعيدة عن الكل، لوحدها هي هيك الى، يعني عرفت شو قصدي، إلى حياة لوحدها هي، أسلوب لوحدها هي، بيعقد. فأنتوا لازم تجربوا كتير قصص، لازم تتركوا الموضوع لإلكم أنتوا كمان. يعني يجي يوم تحطوا صورة قدامكم تقولوا هاي بدي أرسمها أنا بأسلوبي، بلا ما تشوفوا شي تاني، فبيطلع أسلوبكم أنتوا بيعقد. أوكي، أسلوب الشخص يعني كيف بدي أقولكم، قد ما رسمتوا وعملتوا وقلدتوا ما رح توصلوا لمحل تنبسطوا فيه والناس تنبسط فيكم إذا ما قلدتوا حالكم بس. يعني توصلوا لمحل يعني هيك تتركوا انتوا اسلوبكم اللي يطغى عليكم. اوكي، يعني فهمتوا قصدي؟ اوكي، يعني انتوا لما حدا يشوف شغلكم لو ما عارف انه انتوا شاغلينه يعرف انه انتوا شاغلينه، يعني هيدا اسلوب فلان، يعني عارف انه هيدا انتوا. وهيدي احلى شغلة على فكرة، وبتمشي شغل. يعني اذا انتوا كنتوا قاعدين الرسم شغل بتمشي شغلكم كتير بسرعة، لانه خلص بيجوا لعنكم الناس لانه عارفين انه هيدا اسلوبكم انتوا، ما عم تقلدوا حدا تاني. صراحة أنا مفضل، يعني إذا حتى بعتلي صورة قال لي إنه بدي مثل هيدي، إذا صورة رسمي ما بحب، يعني غالبا إنه منه حلو. عرفتوا شو قصدي؟ دغري بقولن إنه منه أسلوبي، خلصت. يعني في أساليب بتتقلد، مثل إنه أسود وأبيض عادي بينعمل، أنيميشن بيقطع، بس إنه بيجيبوا لكم رسمة من أسلوب حدا تاني ويقولوا لكم اعملوها، ما بنصحكم أبدا، لأنه ما بيشبهكم، فما رح يطلع من قلبكم. حيطلع من قلبكم شغل، بس إنه ما رح تطلع 100% مثل ما أنتم بترضوا عن الشغل. عرفتوا قصدي؟ بالنسبة للسؤال العظيم، ليش بترسمي على المصاري؟ شوفوا، نحن عنا بلبنان بال2019 أو 2020 بلشت تنهار العملة، يعني الدولار يطلع والعملة تنزل. يعني كنا هيدي ال10,000 اللي انتو شايفينها قدامكم، هيدي ممكن كانت مصروف أسبوع بعتقد. يعني كانت شي عظيم، يعني ما فيني أخبركم، يعني كانت عظمة. يعني 100,000 كانت بياخدوها يمكن بالأسبوع يلي بيشتغلوا، ما بعرف، بس إنه كانت منيحة، يعني ما كانت قليلة. عرفت شو قصدي؟ تقريبا 150 كانت أجار بيت بمناطق معينة. فالعملة انهارت فجأة. شو صار عنا كتير مصاري، مثلا 1000 ليرة، 10,000، 5,000 صاروا كتير كتير. يعني قدامك على الطاولة حد اتخذ، موجودين انت ما بتشتغل فيهم، انه ما فيك تروح تاخد ألوف وتدفع ما بعرف قديه. ف خطرت لي فكرة انه حافظ على المصاري بس بطريقة، عرفت شو قصدي، فنية. يعني هلأ مثلا الأغلبية صار معهم 100,000 مرسوم عليها، 10,000، 1000 ليرة مكتوب عليها أو مرسوم عليها، بغض النظر عن الدولار. فبحب هيك انه هلأ بعد 10 سنين، 20 سنة، اغلب الناس معهم شغلة. هيدي بتتخبى ذكرى لأنه عملي من هيدا الوقت، وذكرى لأنه رسمي. فكتير الموضوع صراحة بيعني لي. في ناس ما حبيته، قلبي مثل العسل. أكيد كل شخص عنده فكرة معين، هو حر أكيد، بس إنه أنا بحب صراحة. في ناس كتير حبيت، فكل شخص هو حر. في ناس كتير بتطلب مني أرسم على ورق كرتون، بس إنه في ناس بتحب المصاري أكتر، وأكيد كل شخص هو حر. وعندي سكتش بوك قد ما بتكون، يعني عندي كتير. اوكي، فاكيد اللي كان متابعني بيعرف لما كنت اشتري دفاتر كنت نزل فيديو كتير عندي. يعني عندي جرورين كبار مليانين حرفيا، كتير عندي. وتحت التخت عندي، تحت الفرشة تبعت التخت كمان، لأنه كبار فما بيساعوا بالجرور، فبضطر حطهم تحت التخت مشان ما يتعوجوا. لهالدرجة عندي، وعبالي ارجع ارسم عليهم، فاكيد رح ارجع معكم. اوكي، المرة الجاية لازم نرسم على دفتر منهم، لازم عن جد. عبالي اشتقت لريحة الورق عن جد. فرح ارجع اصور، بركي لما بدي اصور لكم وهيك اعطيكم شوية معلومات ودروس، فبركي بصور لكم على كرتون اهين من المصاري لانه اكبر، فبقدر صور بطريقة احسن. ما بعرف، انتو خبروني شو عبالكم اكتر وتكرموا، انا بصور لكم الفيديوز اذا الله رد. وهيك بنكون قربنا نخلص هيدي الرسمة. صراحة ممتعة عن جد. جربوا الانيميشن ترسموا، ما ضروري على مصاري اكيد، فيكن ترسموا بأقلام تلوين مي او ماركر اللي بدكن اياه. فيكن اذا عندكم منهم أقلام تلوين خشب كمان بيزبط، ألوان مائية، جواش، اللي بدكن اياه كله بيزبط. وجربوا، منه غلط. وهيك فيكن تعملوا هلأ صوركن انيميشن بيطلعوا حلوين، فجربوا فيهم هني وشوفوني بيطلعوا بيعقدوا. لما خلصت الرسمة ما بعرف ليه هيك تمنيت لو اني ماني حاطة سكوتش على اليمين والشمال، يمكن كانت تطلع احلى، ما بعرف. عبالي ارجع كفي الرسمة
ما بعرف، انتو شوفوا هلأ لما بشيل التلزيقة واعطوني رأيكم شو أعمل. لسه في كذا صورة عبالي ارسمهم لإلي ولخطيبي، فبركي بس خلص منهم بعمل مثل تصويت على انستغرام وبنقي صورة انتو بتبعتولي اياها ونرسمها مع بعضنا كمان على يوتيوب. بركي هي بتكون الدروس عليا، ما بعرف، كمان خلينا ننطر ونشوف كل فيديو بفيديو. شوفوا قد طلعت حلوة، بس قولولي شو رأيكم، مكفية عن الجناب ولا خلص بتركي هيك؟ وهلا ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وتقولوا لي اذا حبيتوا او لا، شو عبالكم يكون الفيديو الجاي. بحبكم، باي.